واحد مثلا عم بقول له بليز تعطيني شوكولامو، فقال لي شو؟ قلت له والله ما بعرف، ما هذا مش مترجم بالعربي اسمه شوكولامو. فينا نعيش نحن وياهم. في اختلاف كبير بالثقافات، بقول لك ما بنعرف نتفاهم على بعضنا، هن بمحل ونحن بمحل. ما اكيد اذا بخاف يترك باريس الشرق ويرجع على سوريا، لانه لما شاف لبنان ما صدق انه هو بيقعد مع اللبنانيين اللي عم بيتعلموا يقولوا بونجور، يعني صباح الخير ما بقى تعجبهم. احكي لنا شو صار معك؟ أول شي بونجور، قلت صح بونجور. أنا سوري بلبنان، ومن فترة بشتغل بمحل. من فترة اجت لعنا كائن غريب، غريب الأطوار، كان في جرس بالرقبة. بعدين اكتشفت إنه هي مدام على السوشيال ميديا، وحكت على موضوع أنا ما فهمت شو بدها. للصراحة هي كانت عم تحكي لغة غير مفهومة أبدا. اللغة كانت كتير غريبة، ما أنا عربي، ما أنا لبناني، ما أنا سوري. مثل الأسطوانة المشروخة أو الشريط المعلوك. بس حاولت ترجم الكلام، حطيته على جوجل ترانزليت ما ترجم معي. استعنت بالاي اي لحتى ترجم الكلام، واخيرا لقيت قاموس عربي عنصري عربي، وعرفت هي شو عم تحكي. كان الكلام كتير غريب، بس حتى هذا الكلام ما كانت عم تقوله صح. في كلمة قالتها بطريقة كتير غريبة. قالت لي بدها شي شوكولا مش، قلت لها شوكولا مو، قالت لي لا شوكولا مش. طلعت هي المو ما بتقولها، بتقول مش بدل مو، لأنه مو تبعها، تبع الجيران، فمش. هذا اللي صار.